دلوقتي جمعتكم مع حلقة جديدة من بودكاست حياة الروح مع أروى متولي. عمرك سألت نفسك أنا جيت الدنيا ليه؟ كل واحد فينا ربنا ميزه عن التاني بنعمة وميزة. نعمتك اللي ربنا خصك بيها هتعرف منها مهمتك ودورك في الحياة واللي عشانها انت جيت. مفيش حد ربنا خلقه غير وليه لازمة ودور فعال في الحياة. انت مش كمالة عدد. أهلا بيكم أعزائي المستمعين، معاكم أروى متولي وحلقة جديدة من بودكاست حياة الروح. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن إزاي تحافظ على روحك وإيه دورك في الحياة وإزاي توصل للزهد وإزاي فعلا تبقى نفسك. في ناس بتعيش وتموت من غير ما تعرف مهمتها في الحياة ولا هي مين. ناس كتير حققت شهرة وفلوس وسلطة وللأسف تعيسة وتايهة لأنها ما حققتش غايتها في الحياة، حاسين إن بعد كل ده في حاجة ناقصة. الفلوس عمرها ما كانت غاية ولا فيها السعادة ولا الشهرة هي النجاح. الإنسان موجود عشان يعمر الدنيا بالخير بعطية ربنا ليه. لو عندك علم علم ونور غيرك، ما تبخلش. لو عندك فكر جديد ومختلف ساعد الناس إن حياتهم تكون أسهل. صحيح بنموت لوحدنا فرادة، بس بنفضل عايشين بالخير اللي زرعناه قبل ما نموت في قلوب الناس من كلام أو أفعال. ولو وقعت كلمة أو تصرف في قلب وعقل واحد بس، صدقني هتفضل عايش جواه مؤثر ومعين، والكلمة أو التصرف هيتنقل من شخص لشخص ومن جيل لجيل. مفيش حد أحسن من حد، كلنا فينا الحلو والوحش، كلنا لينا دور. وعلشان تقدر تعرف دورك في الحياة لازم تعرف نفسك. وببساطة معرفة الذات الحقيقية هي عملية شخصية بتحتاج وقت وتفكير وجهد. هي إنك ما تكونش مهتم ولا بتتأثر بآراء الآخرين وبأحكامهم. هي إنك تكون على علم ودراية بمميزاتك وتحبها وبعيوبك وتجاهدها. هي إنك تعرف مخاوفك وتواجهها. أصالة النفس هي اعتناق جوهر شخصيتك، وبتحصل لما أفعالنا وكلامنا وتصرفاتنا بتكون متماشية ومتوافقة مع مبادئنا وهويتنا الداخلية وقيمنا. أهم رحلة ممكن تعيشها هي رحلة اكتشاف الذات، وفي خطوات ممكن تساعدك في الرحلة دي. أول حاجة، اتفاعل مع مشاعرك، اقف عندها، اتعلم ازاي تعبر عنها وما تخبيهاش. تاني حاجة، لازم تعرف تقيم نفسك في المواقف. خصص لنفسك وقت عشان تدون سلبياتك وإيجابياتك في المواقف اليومية وإيه حالتك الشعورية وقتها عشان تعرف عيوبك ومميزاتك الحقيقية. تالت حاجة، حاول تدرب نفسك إنك تركز على إيجابياتك، عشان التفكير الإيجابي والتركيز على الجوانب الحلوة من الذات بتوفر إحساس أكبر بالثقة بالنفس والرضا. رابع حاجة، دور على النشاطات والأعمال اللي بتحس فيها بالراحة والسعادة، اللي بتحس فيها إن الوقت بيجري بالرغم من التعب. حاوط نفسك بالناس اللي بترتاح معاها وبتكون مش متكلف. الحاجات دي بتساعدك على اكتشاف الجانب الإيجابي والمميز من شخصيتك. خامس حاجة، كلنا بنغلط، كلنا عندنا نصيب من العيوب، فلما تغلط فكر في أخطائك بشكل بناء وبطريقة إيجابية، واستفيد من أخطائك اللي هتكسبك بعد كده خبرة في المواقف والتعاملات المستقبلية. وأخيرا، بعد تطبيق كل الخطوات دي وتدوينها، اتقبل نفسك بمميزاتها وعيوبها. دور عن معنى حياتك الحقيقي. الخطوات اللي انت أخدتها هتسهل عليك اكتشافك لذاتك، وباكتشافك لذاتك هتبقى مرتاح في علاقاتك الاجتماعية. والخطوات دي برضو هتساعدك توصل لدورك الحقيقي في الحياة، اللي هيكون شغلك وشغفك وحياتك. واللي بيعرف دوره وبيحاول يأدي على أكمل وجه بيقدر يوصل للزهد، وبيلاقي الخير بيحوطه من كل جانب، لأن همه وهدفه تيسير شؤون غيره. وفي اللا أنانية منتهى الأنانية، لأن مساعدتك لغيرك من غير ما تحس هي مساعدتك لنفسك. وخليك فاكر انت موجود هنا لسبب، والعالم كله محتاج السبب ده.
بكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا. يا رب تكون نالت إعجابكم. في انتظار تعليقاتكم واستفساراتكم. يومكم سعيد. كانت معاكم أروى متولي في بودكاست حياة الروح.